بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ صباح الفل عليكم. بصوا يا حبايبي، فراخنا اهيت النهارده كده اهوت العمر ال 23. اول يوم ليهم في ال 23 يوم اهو. انا لسه طالعه عندهم دلوقتي اهوت اهمت يا حبايبي. هما بسم الله ما شاء الله هما حلوين اهم. بيتغيروا يوم عن يوم. بصور معاكم بس عشان ان انتوا تتابعوا وتشوفوا برضو الدنيا ايه، وعشان برضو نبقوا عارفين ايه الفراخ بتوصل احجامها بتوصل برضو لحد فين ايه لما بنصور كل يوم مع بعض. انتي ايه بتلاحظي الفرق كده في الفراخ. هما برضو واكلين اكلهم. كل اللي هعمله النهارده احنا امبارح طبعا كنا عاملين الخلطه بتاعت الكركم، واتكلمنا طبعا عن فوائد الكركم، وقلت لكم المفروض احنا لما نيجي نعمل خلطه الكركم دي هنعمل ايه بالظبط. هننزل بتاني يوم بالخميره. الخميره كده هنحط خميره علشان ايه؟ الكركم بيقتل البكتيريا الضاره والنافعه. فاحنا ايه طبعا عايزين ايه؟ النافعه، ما نستغنوش عن النافعه بالنسبه للفراخ البيضه. فاحنا هنعمل ايه؟ هننشطها بالايه؟ بالخميره تاني. كانت جات لي اسئله كتيره عن الكركم. الصراحه انا كنت زيكم برضو بحط كركم على طول. كنت برضو ممكن احط مره خميره وكلام من ده، بس لما عرفت المعلومه دي واتاكدت منها يعني حبيت لا ان انا برضو افيدكم. ان انا اعرفكم برضو ان احنا لو هنحط كركم يبقى تاني يوم هنحط معاهم خميره على طول. هي الفراخ حلوه هي بسم الله ما شاء الله. حبيت بس يعني ايه اقول لكم عادي. اللي كان بيحط كركم قبل كده وما كانش بيحط خميره عادي مفيش مشكله. انا كنت بعمل كده. بس برجع اقول لكم اهو لما عرفت قلت لا ايه هقول لكم يعني وايه، وبحيث ان احنا برضو نبقوا عارفين الدنيا ماشيه ازاي. طيب النهارده انا هعمل ايه ليهم؟ كل اللي هعمله هنعمل بقى ايه. انا جايبه خميره معايا اهي. بصوا حبايبي اهو الكيس ده محدش يجيب خميره من اللي هي التانية، اللي هي الخميره اللي هي القطع دي. لا هاتي الخميره اللي هي بتبقى في بواكي دي. هاتي الخميره اللي في البواكي ديت. حتى في دكاتره كتير اتكلموا عنها وقالوا ان ديت احسن بكتير من الخميره التانية. حابه ان انت تجيبي خميره بيطريه تمام مفيش مشكله. في خميره بيطريه ايوه في اللي متوفر عندك مشي حالك بيه، يعني الدنيا مش هتقف على الخميره دي او الخميره التانية. تمام. الخميره لها فوائد كتيره. حلوه قوي للفراخ برضو بتساعد على زياده الوزن. ممتازه. بس انا بقى هحط خميره مع عسل، يعني انا هحط خميره مع عسل اسمر. مش عايزه تحطي العسل براحتك، يعني انت شوفي ايه اللي يريحك. بس هو المفروض النهارده هنحط الخميره. انا هحط معلقه عسل كده ليهم تديهم باور كده وطاقه. العسل الاسمر حلو قوي للطيور مفيد يعني. مليان حديد وكالسيوم وفيتامينات وحاجات من ديت. فالصراحه ممتاز. كان جالي سؤال احنا لازم نحط علاج للكوكسيديا؟ لا مش لازم. بس هقولك حاجه، كل واحده ادرى بظروف فراخها. بمعنى ايه؟ انا فراخي حمامها كويس خلاص مش هحط. انما لو انا حسيت ان الدنيا مش متظبطه معاهم وبدات مثلا اعمل لهم شيح او اعمل لهم خلطات تانية وكده وما جابتش نتيجه في خلال يومين او 3، لا انا اللي هروح اجيب جرعه للكوكسيديا. انتوا فاهمين انا اقصد ايه؟ مش هستنى بقى لما الدنيا تبوظ معايا خالص وابص الاقي الفرخ عمل دم. لا، يعني اظبط نفسي من الاول، اتابع الحمام اشوف دنيتهم ايه، اشوف انا بعمل ايه، بحيث ان لو قابلني اي حاجه اعرف اتصرف على طول واتعامل. تمام. زي ما بقول لكم يا حبايبي الاسهال بيخسس الفرخ، عشان كانت جالي اسئله كتير. الفرخ حلو وفجاه بيموت، فجاه الفرخ بيخس. تابعي حمام وشوفي الدنيا ايه معاه، وسعي على قد ما تقدري دنيتك كده، بحيث ان الفرخ بيحب الوسعه. الفرخ لما بيلاقي الدنيا واسعه الارض ما بتبقاش طريه معاكي، بتبقى ناشفه دايما، ارضك بتبقى ناشفه. لان برضو لما الارض بتبقى طريه الفرخ ساعات بيجيله برد، وساعات بيبقى عينيه بتحمر وكلام من ده، وده من كتمه المكان. عشان كانت جاتلي برضو اسئله يا حبايبي. تمام. بس الفراخ بسم الله ما شاء الله هي جميله. بس هظبط لهم الاكل كده اهوت يا حبايبي. كان جالي سؤال برضو انت بتشيلي الاكل ولا مش بتشيلي؟ لا انا مش بشيل الاكل الصراحه، مش بشيله. بس يعني لو الجو حر جامد اشيل. بس انا زي ما قلت لكم قبل كده انا عندي البيت بتاعي بحري، مش يعني الشمس بتيجي شويه كده تبص علينا وتمشي تاني. فيعني الجو كويس عندنا، يعتبر كويس عندنا. الشمس زي ما بقول لكم مش بتبقى موجوده عندنا كتير يعني.
تمام. فعشان كده انا مش بشيل الاكل من قدامهم ولا حاجه، وهم كمان في الحر الجامد ما بيقوموش ياكلوا، بتلاقيهم قاعدين كده بيبداوا بقى ياكلوا معاكي من بعد العصر كده في الطراوه، بتلاقي الايه الفرخ بيبدا يقوم ياكل معاكي. الفراخ جميله اهيتي يا حبايبي، بسم الله ما شاء الله. زي ما بقول لكم النهارده 23 يوم ليهم، الفراخ بتتغير وبتتحول معاكي اهوت. طيب يبقى انا هعمل ايه النهارده؟ انا هحط خميره وهحط عسل في الخميره اهو. هحط ربع معلقه خميره على ايه، على الرتل الميه، وهحط معلقه عسل ايه اسود من دي. العسل الاسمر فوائده كتيره. انتوا عارفين زمان كده كان يقول لك العسل الاسمر ده بيعملوا بيه المفتقه، لو انتوا تعرفوا المفتقه دي، يعني لو حد سمع عنها. المفتقه دي بتبقى عباره عن حلبه تقريبا، صح؟ مش عارفه بقى، بس بتبقى حلبه وعسل اسمر وكلام من ده. فكانوا زمان يعملوا المفتقه دي للي هم الايه للبني ادم الضعيف اللي مش بياكل الكلام من ده، فكانت بتساعد بتفتح نفسهم وكانت بتزود الوزن. الحلبه ممتازه. هعملها معاكم برضو، هوريكم انا هعملها ازاي، وليها كذا طريقه حلوه برضو ليهم. الحاجات دي كلها يا حبايبي مش هتضر معاكي خالص. الوصفات الطبيعيه دي مش هتضر معاكي، بالعكس هي ممتازه للفراخ. دي كانت حلقه النهارده يا حبايبي، مش هطول عليكم. كل سنه وانتم طيبين وسنه سعيده يا رب عليكم. وعايزه بس في النهايه كده اشكركم على تعليقاتكم الجميله دي. والله ما انتوش عارفين انتوا بتعملوا فيا ايه، انتوا بتديني كده طاقه وباور كده يعني. الصراحه حب الناس ده نعمه من عند ربنا، وانتوا عشان ناس محترمين الصراحه، فربنا يخليكم ليا يا حبايبي وما تحرمش منكم ابدا. واي حد كتب لي تعليق حلو كده على راسي، كلكم على راسي والله والف شكر. وبرضو اللي كتب لي تعليق برضو مش قد كده برضو على راسي، مفيش مشكله. حبيت بس ان انا اشكركم يا حبايبي، كل سنه وانتم طيبين. النهارده الوقفه مش هطول عليكم، انا عارفه بقى كلنا بنظبط دنيتنا وكلنا صايمين وكلام من ده، فانا بقى هسيبكم يعني عشان تشوفوا برضو انتوا هتعملوا ايه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.